السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن صحة وباحسن حال ان شاء الله. النهاردة جاية اوريكم طريقة عمل عيش الفينو الصغير او الميني فينو او الميني اصابع الفينو صغير. تنفع معاكي للاولاد في ايام الامتحانات في المذاكرة. تدي للطفل واحدة وحدتين ياكلوها كده هما بيذاكروا، بتحفزهم مع كوباية لبن كده يعني، او كوباية كاكاو بلبن تشجعيهم بيهم في المذاكرة. طبعا احنا كلنا مشغولين بايام المذاكرة والاطفال وكده والجو مشحون. لو بالليل قبل ما تنامي عملتي المعجنات دي وخبزتيها عندك في فرن البوتاجاز وريحت دماغك منها خالص، هتعملي مثلا على قد ما انت احتياجك. هيبقى عندك انت كفايتك حاجات للفطار، حاجات ممكن ياكلوها اولاد بالليل، بيحبوا ياكلوا الحاجات الخفيفة دي في العشاء، او تعمليها مثلا لو اولادك بيروحوا النادي او كده، هتبقى جميله جدا معاكي. الزيت كان هيدلق. ده عجين اللي انا العجينه بتاعت ال10 دقايق اللي بتخمر بسرعه المنجزه اللي وريتها لكم في كذا فيديو. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ربنا يذكرني احط رابط الطريقه بتاعت العجينه دي ان شاء الله باذن الله في التعليقات من تحت. العجينه بتتعجن يا جماعه بضايه وربع كوبايه زيت، 3 معالق سكر، معلقتين خميره بيره، معلقه صغيره ملح، علبه زبادي. عندك لبن نيدو حطي ضيفي، او عندك لبن سايب حطي اللي هو اللبن العادي بتاعنا اللي بنشربه. حطي واعجنيها مع ميه دافيه، واعجني الكميه والمقدار اللي انت تفضليه. بتقولي ليه في تعليقات بتقولي ليه ما بتحطيش المقادير مثلا بالكيلو بالنص كيلو بالكوبايه او كده. احنا عندنا في نص الصعيد بنعمل بالبركه، وما فيش احسن من البركه، وبركه ربنا لما تحل في كل حاجه. انا بعمل ايه؟ باخد من العجينه حته كده صغيره، باخد من العجينه حته صغيره كده من العجينه اهو بالمقدار ده. طبعا الصينيه ببقى دهناها حبه زيت صغيرين والصاجه برضو بتاعتي اللي حاطه فيها دي دهناها برضو بالزيت. همسك العجينه اعملها كده بالشكل ده وهبططها كده. حاجه بسيطه خالص وسهله جدا جدا جدا، وهتنفع مع اولادك في ايام الدراسه جامد جدا، بالذات في ايام المذاكره ومش فاضيين. الولاد بيتحججوا ماما عايزه اشرب، ماما عايزه اروح الحمام، ماما جعان. هتبقي قاعده جنبيهم وتديهم الحاجات دي، وتملي ازازه ميه جنبيكي، تملي الكولمن من الفلتر تحطيه جنبيكي علشان ايه؟ الحجج اللي ما بتخلصش عايزين وعايزين وعايزين عشان يهربوا من المذاكره. كده احنا برمناها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده اهو، بالشكل ده صغننين اهو، الواحده على قد الحته الصغننه كده. هناخد حته تاني اهي، حته صغيره جدا، وحته الجبنه اللي في ايدي برضو هدخلها في العجينه مفيش اي مشكله منها اهو بالشكل ده. وهجيب برضو وابططها تبطيطه خفيفه كده، واحط فيها الجبنه، وهنمسك العجينه نبرمها بالشكل ده ماشي. وهنقفل من الجوانب، عايزه تقفلي من تحت كده براحتك، هي عموما مش هتفك لان كده هتخمر تاني. وهنحطها كده بالشكل ده، هتدينا اصابع الفينو الصغننه دي اللي بتتباع في المخابز. هسيبها تريح وتخمر، وهكمل بقيه السجان بتاعتي بالعجينه دي. انا هعمل منها بيتزا، وهعمل منها القراص اللي محشيه باللحمه المفرومه المتعصجه، وهعمل منها ايه كمان، وهعمل بيتزا وفينو وقرص. هخلص الكميه بتاعتي، وبعد ما تخمر هدهنها بالبيض وارش عليها حبه بركه او سمسم اللي متوفر معاكي اعمليه، هيديكي شكل في الاخر جميل جدا. احنا دلوقتي هنسيبها تخمر براحتها. شكل الفينو يا حبايبي بعد ما اختمر، انا دهنت وشه ببيض كده وحبه فانيليا عليه، وحطيت عليه سمسم، وادي البيتزا لسه كمان هحط لها فلفل وجبنه موتزاريلا كده. وبعد ما طلعوا من الفرن بصوا المعجنات شكلها يفتح النفس، بصوا طريه ازاي وهشه. وادي شكل البيتزا بصوا خفيفه جدا وحلوه وطريه كده ومستويه ما شاء الله جميله جدا. وادي الكايزرات اللي عملتها محشيه لحمه مفرومه،
ولعلمكم انا من كتر ما بقول لاولادي لحمه محرومه فخدتها على لساني، دايما بغلط في الفيديوهات وبقول لحمه محرومه، هي لحمه مفرومه. عملت منها الاصابع الفينو اللي محشيه جبنه كده حلوه، محشيه وجاهزه مع كوبايه شاي بلبن، والاولاد في ايام المذاكره كده تمام التمام. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم واكون قدرت اوصل لكم فكرة بسيطة ازاي ممكن تعملي حاجات لاولادك كده، بحيث يعني بالليل قبل ما تنامي ممكن تعمليها، مش هتكمل معاكي ساعة بالكتير، ومنها كمان تتدفي من السخونة بتاعة الفرن، وتعملي حاجة لولادك بحيث الصبح تلاقي يفطروا منها هما بيذاكروا كده يلاقوا حاجات كده ياكلوها جميلة جدا، هتبسطهم جدا وتحفزيهم، ومش هتتنقلي من جنبهم هما وبيذاكروا. ورب الفيديو يكون خفيف ولطيف.